مرحبا بالجميع مرة أخرى. نواصل فضح أكاذيب المخزن المروطي. إذن هنا صحيفة الحسبريس المروكية قالت معنونة: بلجيكا تجدد دعم الحكم الذاتي، وبرويطة يحذر من تعرض الجالية للاستغلال. ما يهمناش قضية الجالية، نروحوا مباشرة. هذا تقرير صادر يوم الأربعاء 29 يناير، يعني 29 جانفي 2025، يعني منذ 3 أيام فقط. حضر ناصر برويطة. هذا ما يهمناش، نروحوا إلى موضوع الصحراء الغربية هنا بالضبط. ومن جهته جدد برنار كوينتا وزير الخارجية البلجيكي في أول زيارة له إلى المروط منذ تعيينه دعم بروكسل لموقف الحكم الذاتي في ملف الصحراء وجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن. نروح نتحقق ماذا قال وزير الخارجية البلجيكي، إذا كان حقيقة قال بأنه يدعم أو بلاده بروكسل تدعم مقترح الحكم الذاتي المروطي، أو قال شيء آخر. لنفضح أكاذيب المخزن، تفضلوا معنا. في الأخير تطرقنا للصحراء الغربية. نعرف بأن هذا السؤال وسؤال مهم بالنسبة للمملكة المغربية. وضعية بلجيكا واضحة وتم التعبير عنها سابقا من طرف الوزير الأول ألكسندر دوكرو بعد اللجنة العليا المشتركة. تدعم بلجيكا الإجراءات التي تقوم بها الأمم المتحدة لحل مستدام ويتم قبوله بطريقة مشتركة بين الطرفين. دولتنا تذكر مرة أخرى بأن الأمم المتحدة التي لديها القرار في هذا الباب، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بطريقة مستدامة مبنية على التفاهم.